بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا عملت اللهم صل على سيدنا محمد وبارك فيه اللفت يا جماعة بطريقة حلوة، وعملنا خيار المخلل جنبه كمان والبتاع الفلفل حلو قوي قوي قوي. 24 ساعة تاكلي منه. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. ومخلله جنبه كمان كرنب. حلوة قوي قوي. المخللات دي في البيت جميلة وبتفتح النفس وحلوة وبألف هنا يا حبايب. يلا بينا نشوف احنا عملنا الفيديو ازاي. حلو قوي هيعجبك. تابع الفيديو هيعجبك ان شاء الله. والليفت 24 ساعة تاكلي منه وبألف هنا يا حبايبي. بألف ألف هنا. جميل جدا ازاي. وشوفوا يا حبايبي اهو مسافة ما بات والصبح لقيته كده حلو كده. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. واللي عجبه الفيديو حطوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. وقتكم مع حماد. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا هخلي الليفت يا جماعة. طبعا الليفت اتكتر في السوق وبقى بشير، هو حلو يعني بقاله فترة طالع، مش بشير لسه ولا حاجة، ده هو طلع بقاله فترة. بص يا حبايبي، انا جبته النهارده لقيته طازه في السوق. بسم الله ما شاء الله. اللفتايه الصغيره دي اللي ما هياش شيخه، مسكته كان كله طين. غسلته حلو يا جماعه. بصوا كده، خليته زي الفل. وطبعا احلى احلى اكل في الدنيا، فول، عمايل، محشي، اي حاجه بتاكليه بالمخلل اللفت ده زي السكر. وهخلي جنبه برطمان خيار. عندي شويه خيار في التلاجة دبلانين شويه، قلت اعملهم برطمان مخلل. طبعا انا غسلت اللفت خالص يا حبايبي، خليته زي الفل اهو بيبرق اهو. مفيش طين ولا في اي حاجه. وهبدا بقى يا حبايبي ايه اعمل فيه ايه بقى. اخرطه بالسكينه كده. وبعد كده هعمله بالقطاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هعمله بالقطاعه. طبعا بالقطاعه عندك خير وبركه. ما عندكش القطاعه اشتغلي بالسكينه كده اهو. انا هعمله كده بالقطاعه يا حبايبي بالطريقه دي. شفتوا كده شكل القطعة اهي. وما تخليش اللي فيها ايه يعني رفيعة قوي عشان ما تتهريش منك. خليها ماسكة نفسها، لان اللفت من نوعية يا جماعة ان لو رفعتيه قوي بيتهري. هتعمليه ايه ماسك نفسه كده شوية بالطريقة دي اهو. تمام اهو. هتعمليه ماسك نفسه كده شويه. طبعا اللفتايه بصوا يا جماعه ما فيهاش اللي هي بتبقى زي السفنج دي ولا اي حاجه. والعروش اللي فيها دي بتبقى حلوه قوي في المخلل. طبعا قطعنا كل اللي فوق اللي هو فيه طين والحاجات دي، رميناها وغسلناها بالطريقه دي. وهبدا كله خرطه زي ما انتوا شفتوا كده بالطريقه الحلوه دي. هيبقى احلى احلى مخلل تاكليه. لانه مخلي اللفت يا جماعه فتره الشتاء بس. ما بيفضلش طول السنه، يعني فتره الشتاء بس. فبيبقى ايه مخلل عزيز علينا كده، ان احنا ناكله بس في الشتاء، مش اكتر من كده. وشكله جميل وصابح ازاي. يلا بينا نخرط بقى ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونخرط كل اللفت ونرجع لكم نشوف هنخلله ازاي. تخليله يا جماعه 24 ساعه وناكل منه. هنخلي الليفت في 24 ساعة وناكل منه ازاي. يلا بينا نكمل الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. تمام. هخرط الليفت كله وارجع لكم يا حبايب. وبألف هنا وبألف هنا عليكم. لان الليفت اليومين دول بيفتح النفس فعلا. حاجة جميلة جدا جدا جدا. انا بحبه طول الشتاء ان انا اخلله. حلو قوي قوي بيفتح النفس. وبراطيم كده ممكن تحط معاه بنجر، ممكن يحمر لوحده. بيبقى زي العسل. هو ده بيحمر لوحده يا حبايب زي السكر. وبألف هنا يا حبايبي. ويلا بينا نبدأ ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكمله كله تخريط. هخرط كله وارجع لكم بالطريقة الحلوة دي بالقطاعة او بالسكينة زي ما انت عايز اهو. بس طبعا تعمليه جامد كده شوية. تمام. يلا نبدأ نخرط اهو يا حبايبي. انا كده خلصت التخريط كله. هحطه بقى يا جماعة ملح، هلفه بملح ساعتين اتنين. وبعد كده هنبدأ نخلله. دلوقتي انا خلاص خلصت تخريط جميل اهو. بسم الله ما شاء الله. واللي عنده قطاعه يا جماعه يعمل بيها بتخلي منظره حلو. شكل اللفت يبقى حلو. هبدا بقى الفه بملح. وبعد كده نعمل له المحلول بتاعه. والميه اللي هتسرد منه دي بنتخلص منها. لان بتاخد كل اللي فيه اللي مش حلو فيه وتنزل بيه. تمام. وبعد كده هنعمل له المحلول ونشوف هنحط فيه ايه 24 ساعه. وهتاكلوا المخلل اللفت.
تمام. هقوم الفه بملح بقى، ارش عليه شويه ملح واركنه ساعتين، وبعد كده اما اجي اخلله هنرجع لكم. وبألف هنا يا حبايبي. طبعا قلت لكم مش شايخ خالص اهوت، ولفت جميل جدا جدا جدا. وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. هقوم الفه بملح بقى، وبعد كده اجي اخلله ونرجع لكم. اهو يا حبايبي انا هبدأ بقى ارش عليه شويه ملح كده اهو، بالطريقه دي. انا ما حبيتش اعمل حاجه من ورا الكاميرا. هنحط عليه حبه ملح كده، وهنعبي الباقي كده بالطريقه الحلوه دي. اجمل طريقه للمخلل كده يا جماعه، انكم تحطوا عليه الملح الاول يسرد ميته كده، وترميها، وبعد كده تعملوا له المحلول النظيف. تمام اهو. ما شاء الله اللهم بارك. حلو قوي قوي، ما طلعش منه حاجات كتيره وحشه كده، ما فيش اي حاجه وحشه بصراحه. اي حاجه وحشه مش فيه. حلو قوي قوي كده. هحط عليه كمان شويه ملح اهو كده اهو. نرشرش عليه الملح كده ونسيبه ساعتين. المهم قوي الساعتين دولت. ليه؟ بينزل الميه بتاعته اللي هي بتعمل انتفاخ والحاجات دي بتاعت اللفت دي. بنرميها بقى وبنعمل له محلول نضيف الاول. بعد كده دي الميه اللي بننزل كده بنتخلص منها. تمام. هنسيبه كده ساعتين، وبعد كده نرجع نعمل له المحلول ونشوف هنعمل له ايه. 24 ساعه وهناكل من مخلل اللفت. وبألف هنا يا حبايبي. ما حبيتش احط الملح من ورا الكاميرا. حط الملح عليه بالطريقه ديت وتسيبيه ساعتين كده. هنسيبه ساعتين ونرجع لكم. اهو يا حبايبي انا كده سبته ساعتين. هوريكم الميه اللي نزلت منه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده سبته ساعتين يا حبايبي. بصوا الميه اللي نزلت منه اهي. الميه دي يا جماعه بقى ايه، ما تبقاش حلوه مع التخليل اهي. دي خلت بقى كل اللي فيه ونزلت كده. هنشيلها. شوف الميه قد ايه، صارت ميه قد ايه، ميه زرقاء ازاي اهو. هنا بقى اللفت بقى صافي كده وحلو. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي، دي حتت بنجر. حتت بنجر انا خرطتها في الميه ونقعتها شويه. هنحط عليها الملح. طبعا انا بحبوش حادق قوي. طب الملح تبع الرغبه، يعني انا بحب ادوق الميه كده بلاقيها يا دوبك كده حلوه. خلاص ما بحبوش حادق قوي بصراحه. تمام. اقلب الميه كده. هنحط بقى عليها ايه يا حبايبي عشان تقرمشوا؟ هنحط عليها معلقه سكر اهي، معلقه شاي سكر. وهنحط كمان معلقتين خل اهي، وندوب. المعلقتين خل دول يا دوبك يبات ويصبح حلو، بيسرع عمليه التخليل كده. هنجيب شويه ميه ويا حبايبي هنحط كده كمان شويه ميه. تمام. ونقلب. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. دي حلت بنجر اهي. انا مخرطاها وسبتها ساعتين في الميه كده عشان تنزل الحمار بتاعها. نحط الميه عليه كده ايه، هنقلبه شويه كده. وبعد كده 5 دقايق كده وهعبيه في البطماط بالطريقه الحلوه. نحط له كمان شويه ميه، حاجه بسيطه كده من الميه كمان كده. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله.
5 دقايق كده، وأعبيه في البرطمان واحط عليه المحلول ده بتاعه بالطريقه الحلوه دي. تمام، ده خلص. هنعبيه بس في البرطمان. عندي بقى هنا ايه الخيار والفلفل، نحط عليه ميه، وهنحط عليه معلقه ملح كده اهو. برضه مش بحبه حادق قوي يا جماعه بالطريقه دي. هنجيب له شويه ميه اهو يا حبايبي كده. هنحط عليه الميه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دي ميه كنت غلياها وسبتها تبرد عشان الخيار ما يبص. وهنحط عليه فصين توم كده، وهنحط شويه شطه، حاجه بسيطه قوي. طبعا ده بنجر لكن ده لا، نحط حبه شطه حاجه بسيطه بالطريقه دي اهو. وهنقلب بقى، نعمله كده ونقلبه كده بحيث الملح يوصله كله، يبقى بالطريقه الحلوه دي اهو. الخيار تحفه. طبعا مش هحط له خل عشان الخيار ما يستحملش الخل. تمام. والله وعندي برطمان كمان كرنب. تمام. واللي هو هنعبيه في البرطمان بقى رخري، ونبقى خلصنا كده. ادي المخلل اللفت يا جماعه، شكله جميل قوي قوي ازاي، تحفه بمعنى كلمه تحفه، حلو قوي قوي قوي. هنعبيه في البرطمان واوريه لكم كده. الخيار خلص اهو. هنعبي بقى اللفت ايه في البرطمان اهو يا حبايبي. انا كده عبيته في البرطمان اهو، بعدين سبته شويه في المحلول بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الطريقه الحلوه دي اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اهو يا حبايبي. شايفين اللفت وجماله؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كده انا هبيته بقى النهارده، وبكره باذن الله هطلع منه وهوريه لكم بالجمال والحلاوه دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. 24 ساعه يتاكل منه. والخيار اهو، بسم الله ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. وبألف هنا حبايب. انا مخلل اللفت بالطريقه دي. لازم عنك تنقعيه كده ساعتين الاول في الملح وترمي الميه، وبعد كده تخليه بالطريقه دي. تحفه يا جماعه، تحفه. بسم الله ما شاء الله، حلو قوي 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 قوي. بتعملوه بالطريقه ديت هتاكلوا احلى مخلل لفت. وبألف هنا يا حبايب، بألف هنا. هنبيته بقى بكره باذن الله اطلع منه ونوريه لكم اهو يا حبايبي. صباح الخير عليكم. ان احنا بيت اهوت، وقمت الصبح بسم الله ما شاء الله. بص بتخلل خالص ازاي اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بص يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بص يا حبايبي الجمال والحلاوه. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كل ما يقعد كمان يحلو اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا الجمال؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا انا بحب اطلع المخلل بمعلقه يا جماعه عشان ايه ما يبص اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. دي طبعا بنجرايه، وهو جميل جدا جدا. وبألف هنا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. اللون بتاعه حلو ازاي، مش احمر قوي ولا ايه ولا ابيض قوي، اللون البامبي الحلو ده. وطبعا عامله معاه كمان كرنب اهو، مخلله كرنب واللفت والخيار. طيب الخيار بيبقى حلو قوي، ما تحطلوش بنجر، خيار كده ميه بس. وادي المخلل يا جماعه. وبألف هنا. ولو عجبوا الفيديو حطوا له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم محمد اهو يا حبايبي. المخلل بسم الله ما شاء الله، لونه بامبي وجميل
اهو بات صباح الصبح ما شاء الله، فعلا 24 ساعة تاكلي منه حبايبي. بسم الله ما شاء الله. وبألف هنا حبايبي، بألف ألف هنا. إن شاء الله أشوفكم فيديو جديد بمشيئة الرحمن. مع ألف سلام. مع السلامة حبايبي.